هلو. يابا 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 شو يابا شو في؟ رجع الغالي يابا رجع الغالي. ايش اللي رجع الغالي معلم؟ انا كل اللي غايبهم 25 يوم تحديدا 24 يوم و13 ساعة. والله حكم علي يا جماعة، انا بعرف اني سحيب وبضلني اسحب على القناة، بس يعني في عندي ظروفي. راح احكي لكم انا ليش ساحب وين كنت، بس اول شي خلوني احكي لكم عن موضوع هذا الفيديو. ثواني بس. الشيف بوراك انغدر. Lütfen imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten hala güç altında insanlar var. ومن مين؟ من اقرب الناس عليه. Gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor. Bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkes eline geleni yapsın. اخ والله يا شيف كلامك مشاوي. ايه انا اسف، قصدي كلامك درر، بس عشان بصوره انا جعان عقلي في المشاوي. المهم يا جماعة، زي ما حكيت لكم الشيف بوراك انغدر من ابوه اللي رباه وتعب عليه، اكل لحمه وهو عايش. بس اللي ما حكيت لكم عنه انه الترجمة هاي كلها غلط. حرفيا يا جماعة كل الترجمة هاي غلط. مين المشطوب اللي عاملها؟ انا اول ما شفت الفيديو هاد وشفت الترجمة صراحة اتقطع قلبي عليه، يعني على شوي كنت راح اعيط، خاصة بعد الترجمة اللي حاطط لي اياها هذا المشطوب. بس باخر لحظة اجاني مشترك جديد على القناة فروقت. على كل حال الشيف بوراك عن جد انغدر من ابوه وزعل منه، بس الردح اللي شفتوه من شوي بالفيديو هذا هي ايام الزلازل اللي صارت في تركيا وسوريا. بعدين اجى واحد مشطوب مسك الفيديو حط عليه الترجمة من كيسه. عظم الله اجركم. اعجبني الموضوع بصراحة، اني اصير امسك فيديوهات وارمي ترجمة معلم. Gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor. Bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkes eline geleni yapsın. أمي طبخت بامية وأنا بدي كوسة كثير حامية، أخوي اسمه موسى. الشيف بوراك هو شيف غني عن التعريف. إذا أنت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي معناها أنت أكيد بتعرفه، وحتى لو بتستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي بتستخدم وسائل النقل برضه أنت أكيد بتعرفه، لأنه الزلمة هذا بيطلع من كل مكان وهو قاعد بطبخ ومعطيها هاي الابتسامة. دايما هيك بكل فيديوهاته حرفيا، ما عدا فيديو نزله قبل كم يوم بالانستغرام كان كثير حزين، كثير مش شوي. شو قصته طيب؟ وشو اللي صاير معه؟ وايش هي المشكلة العظيمة اللي العرب كلهم مجتمعين عليها؟ طبعا عشان تكونوا بالصورة، لا الأتراك ولا الأجانب مهتمين بالموضوع، حتى بوراك نفسه يمكن مش مهتم بالقصة زي ما العرب مهتمين. التيك توك عندنا صار كلياته تصاميم حزن لبوراك من ولا إشي، عملوها أهم مشكلة في الكوكب. حتى أنا رجعت على اليوتيوب بسببها، ما مش عشان المشاهدات، لا ما بعمل الفيديو عن الشيف بوراك عشان المشاهدات، اوكي؟ انا بس بدي اوضح لكم الفكره، لانه في كثير ترى عندكم شغلات انتم فاهمينها غلط. خلينا ما اطول بالحكي واحفوت بالقصه دايركت. المهم المشكله هي بين الشيف بوراك وابوه. انا راح احكي لكم اول اشي ايش هي القصه، بعدين راح اورجيكم التصاميم الاسطوريه والبهارات الهنديه اللي رشوها العرب. المهم الشيف بوراك زي ما بتعرفوا هو طباخ مشهور بابتسامته الجميله اللي انتزعها والده منه من دون رأفة. لا جد هو طباخ مشهور بالانستغرام، عنده تقريبا 50 مليون متابع. خليكم متذكرين هاي المعلومة لأنها رح تلزمنا لقدام. عائلة الشيف بوراك في عندهم 4 مطاعم بتركيا اسمهم مطعم المدينة، والمسؤول عن المطاعم هاي اللي هي مطاعم المدينة أبوه للشيف بوراك الشيف إسماعيل أو الحج إسماعيل. بس بنتفاجأ إنه قبل كم يوم بوراك نزل هاي ستوري، وهو مكتوب بالتركي بس ما عليكم أنا راح أترجم لكم. في الوقت الحالي ليس لدي أي مطعم في اسطنبول سوى مطعم مول وادي اسطنبول الذي سيفتح في شهر أيلول، والمطعم الذي يحمل اسمي الآن في اسطنبول هو مطعم مزور. بعدين رجع بوراك ونزل هذا الفيديو. İnşallah en yakın zamanda güzel bir açıklama videosuyla neler olup bittiğini daha iyi anlatırım sizlere. Her şey insanlar için sorun değil. Yani Allah'a şükürler olsun sağlığımız yerinde. Bu daha önemli bir şey. Biz kimseye yanlış bir şey yapmadık.
Bu çok önemli. بعد ما بوراك نزل هذا الفيديو بلشت الاشاعات تطلع وتحكي انه بوراك متمشكل هو ابوه، رافع على ابوه قضيه لانه ابوه محتال عليه وابصر ايش، وانه واصل بينهم للشيطان الرجيم. يا ساتر. طبعا بوراك ما طلع ولا باي فيديو ولا نشر ولا اي اشي غير اللي شفتوه، بس الاشاعات اللي بتحكي انه بوراك مشتكي على ابوه كثرت بشكل، خاصه بعد ما بوراك نزل مقطع له وهو حزين. عن جد عن جد هاي المره كان حزين. مع انه هذا الفيديو قديم وكان عامل الفيديو الانستغرام ضد الواقع. عارفين هاي الفيديوهات؟ اظن انه هو نزل الفيديو هذا هسه عشان يستغل الدراما اللي صايره ويروج للمطعم اللي راح يفتحه، لانه اصلا كل الاشاعات هاي اللي طلعت ما حدا بيعرف من وين اجى اساسها. يعني حتى لو مثلا دخلت على الجوجل، شوفوا لوين يا جماعه، لو مثلا كتبت بوراك، خلينا نشوف ايش بيحكوا عن بوراك أوزدمير. بوراك أوزدمير ويكيبيديا، تويتر، نسوق من هذا لانه هذا عربي. عودة الضحكة لوجه الشيف بوراك بعد ازمة. ليش بدوش يضحك؟ ليش بدوش يضحك؟ المهم عن جد الطلع بالاجنبي ما في ولا اي حدا جايب سيرة هذا الاشي، ولا حتى اتراك ولا زفت. لحد هون الحياة حلوة وجميلة وما فيها ولا اي مشاكل، صح؟ شوفوا العرب او احنا يعني كالعرب على اساس اني جاي من ادغال الامازون. بوراك أوزدمير. اول اشي بوراك طوالي خد، بلزمش انت تغلب حالك وانت تدور. الشيف بوراك يقلق جمهورها في ظهوره الاول بعد خلافه مع والده. مطعم جديد للشيف بوراك رغم ازمته مع والده. ازمة الشيف بوراك قصة الخلاف مع والده هو خسارة ملكية المطاعم، حزين ويبكي. اول ظهور للشيف التركي بوراك بعد ازمته مع والده. طبعا بوراك اصلا مش فاضي لانه ملتهي في المطعم الجديد اللي قاعد بيشتغل عليه، والعرب بس نازلين طقع فيديوهات. الشيف التركي بوراك يخسر جميع مطاعمه بسبب تفضل. المشكله انهم حاطين صورته وهو قاعد بعيط ايام الزلزال، شكله مش كان معيط غير في هذاك اليوم. الكل بيجيب نفس المشاهد. خلاص. علامات الحسرة والحزن تظهر على وجه الشيف بوراك في أحدث ظهور له. طبعا جايب اللقطات من الفيديو اللي مصور من شهور. أحدث ظهور له لسه هاي ولا إشي، اصبروا وشوفوا اللي جاي. الطاهي بوراك يرفع دعوة ضد والده بتهم الاحتيال بعد فقدان جميع مطاعمه في تركيا. الله أكبر. جميع مطاعمه في تركيا. هو كم مطعم عنده في تركيا؟ ولا واحد. طبعا انا بدي احكي لكم معلومة اغلبكم ما بيعرفها. ابو بوراك فتح اول فرع لمطعم المدينة سنة 2004. هذا اول فرع لمطعم المدينة. طبعا هو له 4 فروع في تركيا. بوراك كان لسه بوقتها مش عارف يميز بين الملح والسكر. يعني ابوه قديم في مجال المطاعم وبوراك بيشتغل شيف عند ابوه في المطعم. يرفع شكوى قضائية. يا زلمة انا بدي ارفع شكواي لله عليكم. ليش الكذب؟ ليش هالكد بتحبوا تبهروا؟ طبعا الموضوع تطور لمراحل اكبر بكثير من انه مجرد كذب. شوفوا هذا اول فيديو شفته انا عن الموضوع وما كنت فاهم اصلا ايش هي القصة. كمان مرة رجعوا يستخدموا فيديوهات بوراك وهو يبكي ايام الزلزال. انا اول ما شفت الفيديو هذا صراحة خف عقلي، قلت ماله الزلمة هذا؟ ايش اللي صاير معاه؟ قال اللي دايما الرسمة البسمة موجودة على وجهه. هي مالكو؟ انا قبل ما احكي عن الموضوع يعني دخلت وعملت بحث مطول لساعات، ما لقيت ولا اي وكالة اخبارية حاكي عن الموضوع. يعني الزلمة غلط وطلع حكى انه في مشكلة بينه وبين الحج اسماعيل، تروح تعملوا منها قضية الشرق الاوسط. ليش؟ طب خلينا اول اشي نفهم شو مشكلته هو الحج اسماعيل او الحج سمعة قصدي، نفهم المشكلة اول يا جماعة. بس شوفوا ربنا الله قديش حاولوا انهم يبدعوا بالدراما، ما حدا عمل زي تاع الترجمة في اول الفيديو. هذاك ختم الدراما. imkanı olan kimse esirgemezsin yardımını. Gerçekten hala gıcık altında insanlar var. انت لسه ما اشتركت؟ وصلت لهون في الفيديو بس غرورك منعك انك تشترك في القناة. طيب انا بتحداك انك تشترك وتعمل لايك بمنخارك بدون غشة، بمنخارك وبس. هسه خلينا نرجع لبوراك. لانه الموضوع ما وصل لهون وبس. يعني حكيت لكم انا قديش رايحين تحضروا اكثر، قديش راح تشوفوا شغلات اغبى. كملوا. الحكاية
إن الشيف براك كان عامل لأبوه توكيل على كل المطاعم بتاعته، ومأمنه وبيحبه كل الحب لأن أبوه من دمه، لكن أبوه استولى على كل المطاعم بتاعته وباعها بدون علم. يا حرام يا حرام، ابوه باع كل مطاعمه، يا حرام. على فكرة يا جماعة الابو ما باع المطاعم ولا باع اشي، اللهم هو باع حقوق الملكية. عارفين يعني اي حدا بيقدر هسه يعمل مطعم بنفس الاسم اللي هو مطعم المدينة. ما بعتقد انه يصير مشاكل على المطعم الجديد لانه اصلا هو لسه ما انفتح، بس مطاعم المدينة لو الابو باع حقوق الملكية فبعتقد انه هو حر. مطاعمي انا فتحتها في 2004 جايز، مالكو. ووصى لابنه إنه هيبيع عربيته اللي فضلاله من كل ممتلكاته عشان بس يعرف ياكل ويشرب. ايش؟ عشان بس يعرف ياكل ويشرب. ايه لا 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 لا, لا هون وبس، عن جد باع كل ممتلكاته عشان ياكل ويشرب. ليش ليش ليش؟ ما هي ما شاء الله راح يفتح مطعم قد راسك في اسطنبول وراح تبيع كل املاكك عشان بس تاكل وتشرب فيه. بده يبيع كل ممتلكاته عشان ياكل ليش؟ انا بعرف ابوه ليش هيك عمل. هو باع حقوق الملكية عشان يصير معه مصاري يشتري صواريخ ويفجر اللي رؤوسهم مربعات اللي بنشروا هاي التصاميم وهاي الفيديوهات. مش متخيل ازاي حد يقدر يعمل في لحمه ودمه كده. تخيل ان ابوك اللي كنت بتثق فيه ثقة عمياء خانك بأفظع طريقة ممكنة، خدعك ونصب عليك وباع كل المطاعم بتاعتك ورأس مالك في الدنيا. ولكن اللي ابوه عمله فيه ولا اشي جنب اللي انت بتعمله فينا. بعدين ليش جايب صورته بالمستشفى؟ ولا هسه كمان بدك تطلعه حامل؟ بيعته كل املاكه عشان ياكل ويشرب وهسه بدك تطلعه حامل في هذا اللي ضايل. بس انا صراحة لهون اكتفيت يا جماعة. بتوقع الصورة وصلت. انا برأيي انه بوراك صار معه مشكلة جد، بس هالمشكلة مش عظيمة، فاهمين؟ بس البهارات الهندية اللي حطوها العرب عملت الموضوع ترند، وبوراك استغل الموضوع مشان يروج للمطعم اللي رح ينفتح جديد. اما قصة انه يكون هو عامل هاي الدراما ما بعتقد، وانه ابوه ناصب عليه كمان هذا الاشي كلياته غلط. يعني بعدين بالاخر هذا الزلمة عنده 50 مليون متابع بالانستغرام، يعني هو مش بعازة الدراما ولا غير الدراما. بده يشتري سيارة هسه بيروح بيعمل اعلان لمرسيدس وبعطوه سيارة ببلاش. فبس والله هذا كان موضوعنا لليوم. احكوا لي انتوا ايش رايكم بالتعليقات، ايش تحليلكم للموضوع، واذا انت لسه بتستنى احكي لك انا ليش غايب ووصلت معي للاخر مشان هذا الاشي، فانا صراحة حبيت اني اخرك لاخر الفيديو عشان احكي لك قديش انا بحبك. شكرا لإلك، شكرا على دعمكم يا جماعة الخير. بعرف اني كثير بغيب، بس ان شاء الله والله كان بحاول اشتغل على اني اصير انزل فيديوهات اكثر. ظروفي قاهرتني شوي بهاي الفترة، وبالنسبة لسبب غيابي اللي مضى بالشهر هذا راح احكي لكم عنه بالفيديو الجاي مشان تضلوا متحمسين. جماعة الانستغرام بيعرفوا لاني بصور ستوريات وكذا، فهاي الانستغرام لو حبيتوا تتابعوني ومش صابرين للفيديو الجاي فتعالوا على الانستغرام وسألوني. هاد كان الفيديو لليوم، بشوفكم الفيديو الجاي. يا اخي اقسم بالله علينا افلام ما بتصير في MBC بوليوود. MBC شو MBC بوليوود؟ ولك بتصيرش في الهند نفسها.